بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مثلا السلام عليكم ورحمه الله. سيدي غادي نخدم الكلمه الشيخ عيسى الله يحفظه، سي غرداي هكذا من بني نزار، غادي يخدم درسي كي مشطوح، وبارك الله فيكم ان شاء الله. سمحت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نحمده تعالى على نعمة هذه الأسباب التي تيسر لنا أمر عبادتنا، ومن هذه الأسباب مثل هذه المساجد الجميلة الأنيقة. فنبارك لكم هذا المسجد، هنيئا لكم، وندعو الله عز وجل يبارك في الهيئة الدينية لهذا المسجد وفي الإمام، ونكثر من هذه النماذج في وطننا وفي أمتنا إن شاء الله. إذن فهنيئا لكم، فسعيد جدا بهذه الزيارة الطيبة المباركة، شاكرا للشيخ مبارك أنه كان سببا في هذه الزيارة. فطبعا في هذه العجالة لا يسعنا إلا أن نشير إلى بعض المبادئ التي لا يسع المربي جهلها. إذن فكلنا، كل واحد منا محاسب أمام الله عز وجل، وقد خلق في هذا الكون، ولد في يوم وسيرحل من هذه الدنيا في يوم. هذه حقيقة لا نقاش فيها. ومع هذه الحقيقة يقابل ذلك حقيقة أننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى على كل فعل نقوم به. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكل من كان سببا في بناء هذا المسجد من مهما يكون، فالحساب عند الله سبحانه وتعالى مضمون، شرط أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. الآن عندما ننطلق من هذا المنطق ومن هذه الحقيقة ونسقطها على الأسرة، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
إلا الله. إذن أيها الإخوة الكرام، بقيت أمامي 6 دقائق. أحاول حتى نتيح المجال إن شاء الله لكي نسمع تلاوات من بعض الطلبة من طلبتنا ومحاضرون معنا نسمع لهم. في 6 دقائق على الأقل أريد التركيز على 4 كلمات. الكلمة الأولى باختصار شديد: هناك رؤية قرآنية يعيش على أساسها الإنسان. شنو هي الرؤية القرآنية؟ الرؤية القرآنية الكونية أركانها 4. احنا كمربين كمعلمين كأئمة كمجتمع إذا أردنا أن ننشئ الجيل وهو مسؤولية وأمانة بين أيدينا على أعناقنا إلى يوم الدين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لازم لكابيلي هادو لازم نخدموهم في ولادنا. العلاقة الأولى العلاقة مع ربي سبحانه وتعالى، أن يفهم ويقتنع وتصل إليه الرسالة بأنه عبد لله وليس عبدا لشهوته وليس عبدا للمال. هذا الأمر هذا لازم يديه بالقدوة، يديه في الجامع، يديه في المدرسة القرآنية. وإذا كان أي ولي ما دار السبب بحيث وليده يكون عبدا لله، فإذا لم ننجح موش لا حاد لا زيادة مهما يكون السبب، فليعلم بأنه خرج للمجتمع عنصرا معوقا باختصار. لذلك كنشوفوا بزاف ظواهر في الزنقة. شكون حاسب؟ دعيت إلى محاضرة في الحفظ الحراش من حين لآخر، قلت لا تأكل منازلة دينية. ومن بعد هذا يعني ريحت مع أحد المسؤولين تما، قلت له والله يا شيخ كاين ناس يدخلوا هذا آخرين يخرجوا. قال واش تقول؟ قلت له كاين ناس مسؤولين على التربية ما رباوش، هما اللي تحبسوا الأصل، وكان بزاف من الناس راهم هنا ضحايا سوء تربية الأصل نصلحوهم هادو يعني. فكيقول لي الأحداث 18 سنة فمدون مرتكب لأمور غير عادية وراء الأسرة، حتى صارت البيوت وكأنها أوتيل سا ديبوك شحال من إطوال، 5 إطوال 3 إطوال 2 إطوال ولا خيمة عايش في خيمة. هي لا، هذه تسمى رعاية، والتربية هي متابعة. إذا نحن كمربين نتابع أبناءنا أن تكون علاقتهم بالله عز وجل علاقة واضحة وتترسخ. ما نطول في العنصر هذا. العلاقة الثانية علاقة بالإنسان مبنية على الأخلاق. وعجبني بزاف الشيخ الأستاذ الإمام الشيخ الشيخ مهلول بارك الله فيك، قال لي احنا نركزوا في التعليم تاعنا على الأخلاق. روعة، هذه هي، نركزوا بزاف على الآداب. شنو هذا الأخلاق؟ بكل بساطة باختصار أن يكون مصدر هناء للآخرين، وقت ما يكفي نحكي قصة حكيتها لعبد المعلي في الطريق مؤثرة جدا. حكاها لي واحد الأستاذ قبل يومين فقط، نعطيكم ملخص تاعها. قال لي هذا أوبتيسيان يخدم أوبتيسيان في السبعينات. قال لي عباك احنا في غرداية سخانة على 5 تاع العشية، كاروساك دوغري توصل حتى 56 درجة. قال لي جيت نرش الماء قدام الحانوت ونصب إنسان مسكين مغفل رايح فيها 100 بالعطش. قال له اعطيني اون فرونسي، هو قوري، قال له اعطيني نشرب الماء. قال لي عطيت له الماء، يعني عطيت له الماء، الشيء اللي بقى بخيته بالماء الشيء اللي بقى. بعد دخلت الحانوت درت له الماء البارد وسخون وعطيت له البارد. المهم فرح. ومن بعد شويه دخل قال له على بالك انا جيت الجزائر، رحت الى ولايه معينه ما نذكر، فسرقت. قال له انا بالك علي الصف وافي فرنساوي ما حاجه ما تخسر، فسرقت والله ما خلاو لي والو، عندي 3 أيام ما كليت. قال له المهم خلاص فهمتك. عيط عنده صاحبه يخدم في اوتيل، يخدم موظف. قال له راك خدام؟ قال له راني خدام. قال له شوف نبعث لك واحد درك وكلو، حط له كل انواع الماكله ياكل حتى يشبع، واعطي له شومبره 3 أيام 4 أيام حتى السمانه حتى يروح على روحه.
هذا مكان والحساب تاعو عليه، وزاد عطالو 200,000 عام 70. شحال المقدار تاع هذه كيف تاع هذا؟ قال لي 200,000 عطيتها له وراح. قال له لوطيل الفلاني، قال له ما نعرف والو، حبس طاكسي روح. تعرف لوطيل الفلاني؟ قال له ايه اديه لوطيل الفلاني. ادا هذا السيد هذا ولا باه يشكرو مالك ما صابو. قال لي انا سافرت وخلت التليفون. المهم يقدر ربي سبحانه وتعالى المكتوب، هذا لوبتيسيان هذا راح لفرنسا بغى يقضي سبعه الى اخره. راح الخطوط الجويه غلطوا له، وليو يقطعوا له التذكره تاع الذهاب، قطعوا له التذكره تاع العوده، بحيث كي راح كي جا خلص كاع دراهمو خلاص كاع فرنسا. كي جا يدخل كاع التذكره تاع هذه تاع لالي، والروتور دول ما قدروش يتحملوا المسؤوليه هذه تاع لالي. الروتور قال والله فوت تاعكم. المهم ما خلاوش، قال لي بقيت قعدت في المطار كي مجنون ما نعرفش واش ندير. حتى شاف من واحد هكذا قال له اون فرونسي، قال له روح واش تحوس واش خصك؟ قال له واش من خلل؟ قال له روح دخل كيشي قال له الامر، وقال له خلاص الطياره تاكسي مفرد ديجا راه دايره روطار وسيبغى نسيريك صح. قال له روح معايا نروح القهوه. كرمو كاع واش كاين. بعد قال له شوفني مليح، قال له اسمك انت وفلان الفلاني؟ قال له ايه. قال لي قلت في نفسي يعرفني، قد عطيت له الباسبور وقال لي للبي صح. قال انت وابتسام في الولايه الفلانيه وكذا. قال لي تشوكيت شكون هذا؟ بعد قال له تشفع له واحد جاك عطشان وكذا وكذا. قال له سيري. قال وانا هو. قال لي والله ما زقعته. علاش ما زقعوش؟ علاش؟ لانه كي صابو عطشان صابو مسكين مغور في اللحيه والشعر. قال لي والله ما زقعته. كي حفف لي وهو ما شافوش كي خرج من اللوطيل وكان مسافر. قال له شوف حاجه ما تخصك، وانا هو المسؤول هنا، عنده مسؤوليه تما في المطار، وخرج له الدراهم من جيبه. قال له شوف هذا العوض نتاع الشيء اللي عطيته لي في الجزائر. قال له والله ما نحكمه، انا راني ربك عليا ستر، قضيت لي اصلاح كثر خيرك، انا درت هذا الامر لوجه الله. قال له ما نقول لك نعطيك بصراحه، نصرحك بحاجه. قال له درك انا نعترف لك براني مؤمن بالله. شوفوا الاخلاق واش دير. الامر الثاني قال له والله كنت داي على الجزائر صوره سلبيه، بصح كي تلاقيت معاك ودرت الجسد هذاك نمسح كل شيء والحديد قياس. اذا ولادنا فقدوا الاخلاق ما يصيروا مصدر هنا لا لوالديهم لا لخاوتهم لا ليماهم لا المرضى نتاعهم، يوليو عقرب يوليو وحوش كاسره شرسه في الزنق. وعس روحك تخرج على 12 تاع الليل الوحده، عس روحك، عس على بنتك، عس على رزقك. هذا لذلك فالاخلاق وثم الاخلاق، وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وللبيت دور وللمسجد دور. فالشيخ بهلول بارك الله فيه قال لي احنا نركزوا على الاخلاق والادب وانعم به من تركيز. نسال الله تعالى ان يوفقه ويوفقكم. اذا ما نطول، اذكر باختصار العناصر دون شرح. العنصر الاخر هو العلاقه بالكون. علاقتنا بالكون تامل في كون الله يزيد من ايماننا. كنشوفوا الشتاء هذه بارك الله طايحه، الله يعممها ان شاء الله. كنشوفوا الخير هذا نعظم ربي عز وجل. ورساليه. ثم العلاقه الاخيره هي علاقه بالذات، تزكيه وتنميه، تزكيه للنفس وتنميه للشخصيه. هذه الماتريس المعادله هذه من المسؤول عليها؟ عندنا الأسرة أولا، المدرسة ثانيا، المجتمع ثالثا في قمته المسجد، ثم البيئة اللي يعيش فيها، ثم الإعلام. هذا على خط الزمن يساوي الشخصية تاع كل واحد منا. واش كان يسمع فيه من باباه ويماه، وشكون يقراه، مع من كان يلعبوا يطلعوا يهبط، واش كان يتفرج في الميكروب هذا واللي خير ولا خير. بالنسبة للبعض خير، وبالنسبة للكثير كارثة ومصيبة. تيك توك، الانستغرام، واللوجيسيال والالعاب الالكترونيه، وما نهضرش على العولمه والعنف والجنس والتحرر والالحاد. بعد نقول رانا نربي ولا لاباس ويعيشوا وقتهم وكذا، والمسؤوليه قائمه.
إذا أقف عند هذا الحد، الوقت قد داهمني. صلى الله عز وجل يبارك فيكم وأن يبارك في هذا المسجد الجميل. أنا قلت لهم كي دخلت عجبني الجدارمي تاعكم اللي راهو هنا في الدخلة، جدارمي تاع الصح. غير دخلت قال لي اسمح لي، واش قال لي على بالكم الجور تاعك تنحو. قلت له في مشكل يريح ولا ما يريحش نحو؟ قال لي سينو ما تنحو. وقال لي سينو ما حبيتش كاين تاويله. الله يبارك. ودخلت الجامع وتلقاه ما شاء الله معطر وجميل، فبارك الله في مسجدكم وهو مسجدنا، وبارك الله في الهيئة الدينية تاعكم وفي إمامكم وفي أبنائكم إن شاء الله. وأنصحكم ما تفرطوا ولادكم يقرأوا بين أمثال هذه اللجنة وأمثال هذا الإمام، سيتعلمون الأخلاق ويحفظون القرآن وأحكام التلاوة، وسيكونون منارات إن شاء الله، وتفرحوا بهم وهم ذخر لكم يوم القيامة إن شاء الله. والله ما ينفع يوم القيامة نهار رجع عذران باش تخرج الروح نتاعنا، ما ينفع والو. علم ينتفع به، ولد صالح، ولا صدقة جارية. هذاك الولد اللي كنت تربي فيه وتوقف عليه هذاك هو اللي ينفعك. إذا أقف عند هذا الحد وأسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. ويشرفنا. تفضل صلاح الدين، سمعناه. تفضل صلاح الدين، هذا من طلباتنا. قرأ عندنا في المدرسة واستظهر كتاب الله بدون خطأ 60 حزب، وزاد إجازة في رواية ورش، وراهم مع القراءات، يجمع القراءات إن شاء الله. ربي يوفقهم إن شاء الله وإلى آخره. كاين زملاء تاعو تخرجوا وراهم إطارات، الحمد لله على كل حال. المؤسسة تاعها طبعا اسمها مؤسسة بشائر في الدار البيضاء وفي فوردلو وفي الحانيت في سانتيبي. ودعوا الله ربي يوفقنا ونكون حوله يدندن، ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول والإخلاص به الكريم. تفضل صلاح الدين سمعنا شوية، لأن الوقت الذي أتيح انتهى، يمكن في دقيقة ولا دقيقتين. وبدر الدين مرة، تفضل بدر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم
العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت